ان غريزة الانسان اصلا بيبقى ان هو محتاج الحنية، حد يطبطب عليه، حد يقول له كلام حلو في وسط الظروف والايام الصعبة اللي هو بيشوفها، في وسط المشاكل اللي هو عمال يقابلها، في وسط حاجات كتير هو عمال يقابلها ومش قادر يستحملها، بس من رغم ده كله هو مستحملها علشان اتفرضت عليه في دنيته. فهو لما بيجي يحكي لك عن مشاكله هو محتاج منك حنية، محتاج منك كلام حلو، محتاج بانك انت تطبطب عليه. هتقول لي طب هو ده هيفرق في حياته؟ اقول لك مليون في المية هيفرق في حياته. الكلمة الحلوة قادرة بان هي تهد انسان وتبني انسان من اول وجديد. مثال علشان نفهم الموضوع اكتر واكتر، دلوقتي مثلا جه واحد صاحبك قاعد معاك على القهوة وقال لك ده انا الظروف صعبة وشغال شغلانتين والمرتب مش مقضي وانا عاوز اتجوز والذهب عمال يغلى والعفش عمال يغلى وانا مش معايا حاجة ومفيش حد هيساعدني واهلي مش هيقفوا جنبي وي وي وي، وحكى لك على حاجات بصراحة يعني حاجات صعبة، حاجات هو يعني ما يقدرش يستحملها في سنه دي، وحاجات يعني حاجات هو مش قادر ان هو يستحملها، حاجات كبيرة عليه تقيلة عليه. فانت بالتالي المفروض تعمل ايه معاه؟ تقول له مثلا هتحل له المشكله بتاعته، هتدي له فلوس والكلام ده. ممكن انت مثلا لما تعمل كده معاه مثلا هتساعده، بس عارف انت لما تيجي بقى تقول له كلام حلو، هتقول له مثلا يعني كمثال، هتقول له وانت هتفتكر ان مثلا ربنا نسيك؟ هو اللي انت هتفتكر ان من رغم الذنوب والعيوب اللي موجوده عندك، او من رغم الغلط اللي انت بتعمله، او من رغم اي حاجه انت بتعملها وحشه، كلنا بنعمل حاجات وحشة علشان كلنا بني ادمين، وخير الخطاؤون التوابون، فكلنا بنغلط، مفيش حد فينا بيغلط مبدئيا يعني. هتقول له مثلا هل تفتكر ان يعني الذنوب اللي عندك ولا الحاجات الغلط اللي انت بتعملها ده كله، هل تفتكر ان ربنا هينساك؟ هل تفتكر ان ربنا مش هيقف جنبك؟ هل تفتكر ان ربنا مش هييسر ليك الجواز؟ هل تفتكر ان اليوم اللي انت بتحلم بيه وانت ماسك ايد عروستك وبتدخل باب الشقه وخش برجلك اليمين والكلام الحلو ده كله، هل تفتكر ان الكلام ده بعيد عن ربنا؟ او هل انت تفتكر بان الكلام ده مش هيتحقق قريب؟ فانت لما تيجي تقول له بقى كلام حلو زي كده بقى مثلا في الموضوع ده، هتبدا في لمبه كده في دماغه، لمبه الامل تنور وتحسسه بان الدنيا لسه فيها خير، بان لسه ربنا فاكره من رغم الذنوب والسيئات والحاجات الغلط اللي بيعملها.